بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعينا وجمهور وفانزاتي في كل أنحاء العالم، هاي ويلكم ماي فريند. حبايبي زي ما انتوا شايفين شجرة الليمون دي، شجر ليمون واشجار وزرع وخد ده انت فين يا سالي. انا كنت عندي اختي قعدت عندها 10 ايام ودي كده عندها جنينة او صغيرة كده ورا البيت، قلت اصورها لكم خدكوا جولة فيها ورا بيتها على طول، وفيها أشجار زي ليمون وجوافة وبرتقان ورمان ويوسفي كده نوع أنواع من الأشجار. جميلة جدا والجو كان جميل والدنيا كانت جميلة، فقلت أصور لكم وتشاركوني في الجولة دي. ولو عندكم مساحة ورا بيتكم أو قدام بيتكم استغلوها وزرعوها من الفواكه والأشجار أو الزرع كده، واستغلوا كل المساحات. وطبعا هي كانت زرعة بصل وشبت وحاجات زي كده، بس طبعا خلص وكده. فلو انتوا حابين وعندكم مكان ورا بيتكم فاستغلوه، ده شجر الجوافة اهو، ودي وكان ورا بيتها على طول، فاستغلوا ممكن تعملوا زيها كده. وبسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي كده يا جماعة. وهي كانت المكان ده كان ورا بيتها على طول زي ما انتوا شايفين كده ورا البيت، واستغلته وزرعته أنواع من الأشجار الفواكه والليمون والجوافة. وزي ما انتوا شايفين كده الجو جميل والدنيا حلوة قوي، فقلت اصور لكم وتشاركوني الدنيا كده معايا في كل حاجة. ويلا بينا كده زي ما انتوا شايفين ندخل بقى على الغرفة ديت ونظبطها ونروقها ونشوف فيها ايه ومحتواها ايه، وتشاركوني يومي كده في الفيديو ده. تمام تمام. واللي محطش اللايك يا حبايب قلبي يشاركني في اللايك. اللايك بتاعنا سهل وبسيط، ما بيأثرش عليكم في حاجة، بل بستفاد منه انا. اضغطي على اللايك تمام، والاشتراك على زرار الكل، ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد بقدمه ومحتوية يعجبكم بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وهنا بقى كانت محتوى الغرفة عبارة عن جوز سراير والسراحة كده زي ما انتوا شايفينها في النص. ده غرفة بناتي طبعا. الألوان دي بناتي، والألوان الغرفة طبعا واضحة أمامكم. اللون ده أنا بحب اللون ده جدا جدا، ولون كده هادي وبسيط، وكمان لون بناتي جوز سراير وسراحة. وطبعا ومكتب ده مكتب بنتها، وكمان دولاب كده. وكانت غرفة ده الدولاب بتاع الغرفة. وهننضف الغرفة كده ونظبط الدنيا تنظيف يعني يومي، مش عميق قوي، تنظيف يومي. واهم حاجة اول ما بنقوم من النوم بنفتح الشبابيك بتاعتنا والبلكونات ونظبط الدنيا كلها حوالينا. وده اهم شيء، ان احنا نقوم من النوم ونفتح الشبابيك علشان نجيب طاقة ايجابية ونطرد الطاقة السلبية ونجدد الهواء في المكان بتاعنا كده، والدنيا تبقى جميلة والدنيا ربيع والجو بديع. وقفل على كل المواضيع، قفل قفل. حطوا لللايك يا حبايب قلبي حطوا لللايك، اهم شيء اللايك. تمام. وعاوزة اقول لكم في الله بحبكم 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 حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده الغرفة بقت تمام، وظبطنا السرير وظبطنا الدنيا كلها. لسه بقى الارضيات، وشايفين السجادة الكيوت دي، شايفين السجادة الجميلة دي والسراحة برضو الكيوت دي الجميلة دي. يعني السراحة دي بتاعت بنتها، وفيها برفن بنتها دي بتحب يعني تروق على نفسها كده، وبنوتة شيك وكيوت وعسولة. وبحبها قوي قوي، وربنا يصلح حالها وينجحها ويجعلها من المتفوقين ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي، ودي المكتب برضو بتاع بنتها. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيها ويجعلها من الناس الناجحة المتفوقة بإذن الله.
وزي ما انتم شايفين كده الدنيا بقت جميلة، وبعد كده هنجيب المكنسة ونظبط الدنيا كلها بالمكنسة. تعالوا بقى اوريكم كده البلكونة، وده كده ده الغرفة دي فيها بلكونة، والبلكونة دي كانت مساحتها كويسة برضو. ساعات كده كنا بنطلع فيها نقعد بالليل نشرب شاي حاجات زي كده في البلكونة. وجبنا بقى المكنسة وبنشفط الأرضيات، وزي ما انتم شايفين برضو السجاد فيه واخد من ألوانات الغرفة. برضو لازم احرصوا على تناسق الألوان، واحرصوا على الألوان بتدل على الشياكة والرقي والبساطة. ودايما احرصوا على تكون حياتكم كده هادية وبسيطة، وأي حد يديكوا طاقة سلبية أو كلام سلبي نطرده ورا ظهرنا وما نهتمش بيه، لأن الطاقة السلبية طبعا بتنكد علينا حياتنا ويومنا. فدايما أي حد يجيب لكم طاقة سلبية ارموا الكلام ورا ظهركم وما تهتموش بيه. دايما دوروا على الصحاب والأصدقاء اللي بيجيبوا لكم طاقة إيجابية. تمام تمام أوكي. قولوا اوكي. عاوزه اقول لكم بحبكم بحبكم، يا رب عيلتي الكبيره اللي هو انتم تكبروا ويكون قناتي من اكبر القنوات، وتشجعوني بقى باللايك والاشتراك، وشجعوني ان انا استمر معاكم، ونتواصل كده بالفيديوهات اللي انا برضو مقصرة فيها. ولو شجعتوني كده عاوزة تشجيع منكم قوي علشان اديكم فيديوهات وبثات وحاجات كده حلوة كتير، لان انا بصراحة ما بش بلاقي منكم تشجيع خالص. انا بنزل الفيديو مفيش تشجيع نهائي. والناس اللي بتسأل عليا وبتقول انت فين يا سالي، انت فين يا سالي، كان عنده ظروف كده يا جماعة. وكانت طبعا قلت لكم قبل كده اختي كانت تعبانة وكنت عندها طبعا، واي حد بيقعد عند حد تعبان اكيد بيبقى مشغول بيه، وبيبقى طبعا انتوا فاهمين طبعا. فان شاء الله هبقى استمر معاكم وهنزل بقى فيديوهات وهعمل بثات وهعمل كل حاجة. بس اهم حاجة تشاركوني وتشجعوني، وتشجعوني بقى بكومنت حلو، وتشجعوني بلايك، وتشجعوني بالمشاهدة، وتبقوا معايا. وانا ان شاء الله باذن الله هكون معاكم باستمرار، عشان انا بحبكم ما اقدرش استغنى عنكم طبعا زي ما انتم عارفين. مثالي دايما معاكم على طول، وانتوا كمان من كتر ما كانت معاكم بتسألوا عليا وبتقولوا لي انت فين يا سالي متغيبة. فان شاء الله بس كان عنده ظروف، ان شاء الله كل حاجة ترجع بطبيعتها. وعاوزة اقول لكم بحبكم بحبكم في الله. ويا حبايب قلبي كده جبنا بقى بنظبط الدنيا بالمكنسة. والمكنسة ديت حلاوتها ان هي بتشفط، ما بتخليش تراب على العفش طبعا، الخشب ولا الحاجات دي كلها بتشفط. فاللي عنده مكنسة دايما يحاول يظبط بيته بالمكنسة افضل له. تمام تمام. زي ما انتم شايفين كده طبعا بنشفط الارضيات والسجاد وكل كل كده بالمكنسة، علشان ما نزودش التراب في المكان، عشان المكنسة هي بتشفط التراب من الأرضية، فبالتالي ما بتوزعش التراب على السراير ولا كل حاجة. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده جبنا بقى الكرسي ده كرسي المكتب، وده البلكونة زي ما قُلت لكم حلوة جدًا بنقعد عليها كده، كنا بنقعد فيها، بتشرب شاي، بتاكل لب، المهم موقعها برضه كان جميل، والدنيا كده جميلة معانا، وبنضبط الدنيا زي ما أنتم شايفين كده. ويا رب فيديوهاتي تكون سهلة وبسيطة عليكم، وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة وانتم في أتم صحة وأحسن حال. ويا رب كده كل الناس اللي بحبها تكون كويسة وفي أتم الصحة وأحسن حال. ويا رب وبعد كده ما خلصنا الغرفة بقت مظبطة وبقت تمام والدنيا جميلة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى لكم تكونوا في سعادة بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله شجعوني علشان أستمر معاكم وأكون معاكم، وإن مع بعض كده مكملين بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص كده معانا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والدنيا كده جميلة زي ما انتوا شايفين. و اقدر اقول لكم دلوقتي ايه؟ باي باي، جود باي، جود باي، مع السلامة، باي باي.